اذا مازال ما جربتوش كيكه الكرانشي جا وقتها باش تجربوها بطريقتي اللي نحبها بزاف. فيها طبقه كريميه وتقرمش من الفوق، اكيد تعجبكم. اول حاجه نخدموا كريمه الكاناج اللي فيها 200 غرام كريمه سائله 35% ماده دسمه. سخنتها مليح وضفت عليها 300 غرام شوكولا بالحليب تكون نوعيه جيده. نحركهم ونحطهم في المجمد حوالي ساعه حتى تجمد ويولي عندنا قوام متماسك. في نفس الوقت نخدم الكيكه اللي فيها 2 حبات بيض، 4 ملاعق كبار سكر، لافاني، قرصه ملح، ونطلعهم بالخلاط الكهربائي حتى يضاعف الخليط ويبيض ويزيد يثقل شويه. نضيف عليه 4 ملاعق كبار حليب و4 ملاعق كبار زيت، مع 4 ملاعق كبار فرينه وكيس خميره الحلويات وزن 10 غرام و2 ملاعق كبار كاكاو. نخلط المكونات بهذه الطريقه ونفرغ الخليط في قالب استعملت هذا اللي فيه قطر 28 سنتيم. نحطو يطيب نار قليله وثاني الكيكه نديروا لها تحميره خفيفه من الفوق. كي نخرجوها وهي سخونه نشربوها بشويه حليب بارد ونحطوها تبرد مليح مليح. باش من بعد ندير لها طبقه الكاناج ونزيد طبقه الكرانشي اللي كنت خدمتها بشيكولا للطلي. كنت سخنتها وخففتها بشويه زيت. كي تفات زدت لها لافيتين اللي تلقاوها تتباع واجده. وهكذا نكونوا كملنا آلذ كيكه كرانشي. تقدروا تذوقوها، قولوا لي رايكم في التعليقات.